عندنا الأخت أميرة، تفضلي من السلام عليكم السعودية. شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يعافيك، بسألك تفضلي. كيف أعرف إني قمت ليلة القدر؟ هذا السؤال الأول. كيف تعرفين أنك قمت ليلة القدر؟ كيف أعرف إني قائمة الليلة هذه؟ طيب، الأخت أميرة من السعودية تقول كيف أعرف أني قمت ليلة القدر؟ ليس هناك قطع بأن فلانا قام ليلة القدر على وجه التعيين، يعني أنها ليلة 25، أنها ليلة 27، أنها ليلة 21، أنها ليلة 22. هذا لا سبيل إليه، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، والله تعالى غيبها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لم يكونوا يجزموا بأنها الليلة الفلانية التي صلوها أو أقاموها، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كما في الصحيحين، لما ذكر له أصحابه ما رأوه من شأن ليلة القدر، قال أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت على السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. لكن كل من قام العاشر الأخير من رمضان فإنه لا بد وأن يكون قد قام ليلة القدر، لكن يبقى أنه أسأل الله لي ولمن اجتهد وعمل في هذه الليالي المباركة أن يكون القيام إيمانا واحتسابا، لأن الفضل هو في حق من قام إيمانا واحتسابا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لليلة القدر هي علامة بعدية، ففي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أنه قال: تخرج الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. هكذا ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان أبي رضي الله عنه يجزم بأنها ليلة 27، بل يحلف على ذلك، وهذا اجتهاد منه، فهي أرجى الليالي، لكن ليس هناك دليل على ثبوتها في تلك الليلة ولا أنها لا تنتقل عن ليلة 27.